صباح الخير أو مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنعمل معشوقة الجماهير. النهارده هنعمل صينية جلاش باللحمة المفرومة. نعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وازاي تطلع مقرمشة زي ما انتم شايفين كده، وسواها 10/10، وتطلع مقرمشة من بره ومورقة وطرية من جوه. يلا بينا نعملها بطريقة سهلة وبسيطة، والنهارده أنا واثقة إن هي تعجبكم جدا. النهارده بقى هنعمل صينيه الجلاش. بصوا زي ما انتم شايفين كده باللحمه المفرومه. لو عايزه تعمليها بقطع الفراخ مفيش مشاكل، حطي الحشو اللي يعجبك. اول حاجه انا جبت الماده الدهنيه، وهبتدي ان انا ادهن الصينيه كويس جدا. الماده الدهنيه ديت على حسب ما انت بتحبي، يعني ممكن زيت على سمنه بس، اعملي اللي يعجبك او متوفر معاكي. هجيب طبقات الجلاش زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا ارصها في الصينيه. طيب لو الورقة الجلاش اكبر من الصينية، هبتدي ان أنا اتنيها من ناحية، وهبتدي ان انا بقى الف الصينية واوزع ورق الجلاش، اتنيه كل حتة زيادة على حسب الجهة بتاعتي. يعني انا عايزة اتني من كل الجهات، على اساس اني الصينية تبقى متوزعة صح. يعني انا تنيت ورقة الجلاش مثلا من ناحية اليمين، هبتدي الناحية التانية اتنيها من الناحية الشمال، والجنبين التانيين والقصاد بعض، علشان الصينية تبقى متساوية زي ما انتم شايفين كده. طيب انا ما بحبش الماده الدهنيه كتير في الجلاش، خلاص ممكن انك انتي بالفرشه زي ما انتم شايفين كده هندهن كل ورقتين ورقتين، مش لازم كل ورقه وورقه. طبعا لو انتي بتحبي الدسم عالي مفيش مشاكل كل ورقه. زي ما انتم شايفين كده ضفنا في النص اللحمه المعصجه، بشره مبشوره، وهبتدي ان انا اول ما تتشوح هنزل باللحمه المفرومه وشويه فلفل اسمر وملح، وطبعا بهارات، وهضيف طبعا ممكن فلفل حامي، ممكن استغنى عنه، مفيش مشاكل. واول ما تتعصج هبتدي ان انا اضيفها في النص زي ما انتم شايفين كده. اخر ورقة مش هدهنها سمنة الا لما اقطع الجلاش، عشان اعرف اقطعه، لانه دهنتها سمنة الورق يتكرمش معايا زي ما انتم شايفين كده. وكل ده بقى هبتدي ان انا اشغل الفرن، علشان الصواني لازم تدخل في الفرن تعمل صدمة، لازم الفرن تبقى متسخنة مسبقا. زي ما شايفين كده بقى هبتدي ان انا اقطعها القطع اللي تعجبني، حاجة بسيطة من السمنة من فوق الوش، وهبتدي ان انا ادخلها الفرن. اول ما الاقي اسفل الصينية ابتدى كده لونه يبقى ذهبي شوية، هبتدي ان انا اطلعها، وهجيب هنا بيضاية مع فلفل اسمر وملح وكوباية لبن على شوربة زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي ان انا احط حاجة بسيطة من السمنة، ممكن معلقة قشطة اذا حبيتي، دي اختياري. ابتدي اقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين، وبعد كده هبتدي ان انا انزل بيها على صينية الجلاش وارجعها تاني في الفرن بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده هتطلع خطيرة. هرجع بقى تاني في الفرن لغاية ما الوش يستوي كويس جدا. لو حسيتي ان هي عايزة لون، ممكن تشغلي عليها الشواية في اخر دقيقتين 3 زي ما انتم شايفين كده. خطيرة. بصوا بقى طالع اللون بتاعها ازاي، ومورقة ومقرمشة من فوق ازاي. زي ما انتم شايفين كده هوريها لكم. لو انت حبيتي انك انت تجودي شوية فيها، عايزة تحطي جبنة موتزاريلا، عايزة تحطي على اللحمة شوية ميكس جبن، مفيش مشاكل. لكن انا اكتفيت ان هي تبقى بالطريقة المصرية اللي احنا اتعودنا عليها طول عمرنا. زي ما انتم شايفين كده بقى، هي كانت سخنة فمش عارفة امسكها كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده طلعة خطيرة، وطعمها في منتهى الجمال. عايزة بس اوريها لكم، بس هي فعلا كانت سخنة جدا وانا لسه مطلعاها من الفرن. زي ما انتم شايفين كده، بصوا مقرمشة من بره، بصوا بقى الطراوة بتاعتها من جوه مورقة خطيرة. ان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، متنسوش تفعلوا الجرس. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده طالعة في منتهى الجمال، مورقة مقرمشة من بره، السوا بتاعها 10/10 زي ما انتم شايفين كده.